اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تيجي نعمل القمر دي. كل اللي احنا محتاجينه لفة جلاش على بعضها، دي نص كيلو جلاش. نبدأ نقسمها بالنص بحيث ان انا يبقى عندي نصين، ونحط النصين دول على بعض علشان يعملوا لي لفة كده، يعني رصة كده على بعضها. بعدين نعملهم نصين كمان كده بقى، ونحط نصين تاني على بعض كده بقى عندنا لفة سمبوسة كأنها جاهزة. دي نص كوباية سمنة ونحط عليها نص كوباية لبن، طبعا ننزل اللبن بقشطته تبقى منتهى الطعامة. وهنحط عليها نص معلقة كربونات بيكنج باودر، مفيش بيكنج باودر ممكن نحط رشة كربونات صغيرة. بنقلب الخليط ده كويس جدا وبنسيبه كده على بعض. هنلاقيه ابتدى يتقل مع نفسه، يعني ابتدى يتقل كده يعمل قوام. فايدة اللبن هنا ان هو بيديني طراوة جامدة قوي. بنشيل طبقة وبنحط طبقة، يعني بندهن اول طبقة ونحط عليها طبقة تانية. ممكن ليكي حرية الاختيار يا تدهنيها او لا، احنا طالما دهنا اللي في النص تمام. بيبقى عندي كده الطبقتين مدهونين. بنبدأ بقى نلفها عادي كأني بتعامل مع سمبوسك عادية خالص، مش بلفها لفة بالورب وكمان لفة وبفتح لها جريب. وبعد كده بحشيها بأي نوع حشوة أنا محتاجاها. أحشيها بقى لحمة مفرومة، أحشيها خضار، أحشيها ميكس جبن زي ما تحب. تيجي نعمل واحدة كمان. هندهن أول طبقة وناخد الطبقة اللي فوقيها نحطها عليها، ندهنها أو ما ندهنهاش دي حرية شخصية. لو بتحبي الدهان كتير يعني أو تكون مدهونة زيادة ممكن تدهنيها. وبعد كده بنلفها لفة في التانية تبقى جريب، ونحط بقى في الجراب ده كل اللي احنا عايزينه. بقت سمبوسك سهلة جدا وسريعة. عايزة اقول لكم ان اللفة دي النص كيلو جلاش عمل معايا بالظبط اكتر من عمل اكتر من 30 قطعة في حوالي يعني صينيتين من اللي انتوا شفتوها. من بره مقرمشه جدا، من جوه طريه طراوه السنين بسبب نص كوبايه اللبن اللي احنا حطيناه. نسيت اقول لكم ان احنا من فوق دهناها برضو بالخليط اللي اتبقى بتاع اللبن والسمنه. يا رب تعجبكم ورمضان كريم.